قبل كل شيء نقيم إيجابي جدا ما قام به كل الأصدقاء في مختلف الدول لما هبوا هبة واحدة بعد نداء الجزائر لأن يقدموا مسؤولي جرائم الحرب والتقتيل الجماعي إلى محكمة الجنايات الدولية. إذا مشكورين، وأعتقد أن لأول مرة منذ 75 سنة بعد ومن ارتكبوا هذه الجرائم يفلتون من العدالة، لأول مرة بالأقل سيكونوا يقفون أمام العدالة. من جهة أخرى احنا مثل ما قال أخي فخامة الرئيس أردوغان، نحن معا في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا من ضحايا ومن بإيقاف قتال يسمح للعائلات باش تسترجع نفسها بعد الشيء البشع اللي يقوم به الجيش الصهيوني في غزة. إذا لأول مرة ما فيش إفلات من الجرائم. هذه خطوة، ربما خطوة اللي تخلي الأصدقاء في أوروبا والأصدقاء في كل الدول الأخرى أن أصبح ملح جدا قيام الدولة الفلسطينية. هو الحل الوحيد والنهائي اللي يفصل نهائيا في الصراعات هذه اللي موجودة في الشرق الأوسط. وقلناها وقالها أخي أردوغان، يعني الشرق الأوسط اليوم راه على فواه بركان، إما نحل المشكل ولا ربما الأمور تأخذ مجرى آخر، ربما ما توقعها حتى واحد. ونتمنى إن شاء الله ينتهي العدوان على الفلسطينيين وتكون لهم دولتهم المستقلة إن شاء الله. احنا كنا بدأنا قبل مثل ما ذكرها لي أخي أردوغان، كنا متوقعين مش متوقعين الجرائم اللي هتوقع اليوم ضد غزة، ولكن عرفنا باللي وتيقنا مثل ما تيقنت تركيا الشقيقة على أن حل الفلسطيني يبدأ أولا بالمصالحة بين فصائل فلسطينية. وصلنا إلى حد كان ممكن يدينا إلى أبعد ذلك. مع الأسف توقفت الأمور ومش احنا السبب، الله شاهد. نتمنى إن شاء الله باش نعاودوا نسترجعوا اللحمة تاع الفلسطينيين كلهم بكل فصائلهم، ونصل إلى فرض كيان إنشاء الدولة الفلسطينية في حدود جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. وشكرا.